هتيجي اقول لك الفرق ما بين النضيف ومعفنه، او اللي هو ايه ده مش السكين كير ده بتاع البنات، ازاي ولد بيعمله يا جماعه انا بتبسط جدا لما بلاقي ناس تتفرج على الفيديو بتاعي مثلا، او حد يعرفني شاف فيديو انا عامله وبيقعد يتريق، بتبسط بجد، خصوصا لما الشخص ده بيشوف الفيديو وبعد كده بيفرجوا لكذا حد ويقعدوا يضحكوا كده ويتنمروا عليا او ينموا عليا في ظهري. مش هقول لك عشان باخد حسنات وكده، عندك حق فعلا، الموضوع مضحك جدا، اللي هو ازاي ولد بيعمل سكين كير وانا كبنت ما بعملش. هو مبدئيا دي عيبه في حقي يا منتنه. بس عارفين فعلا هو فعلا الموضوع مضحك جدا، لان انا برضو بضحك، انا بحس بالشفقه ناحيتكم، ان ازاي انا ولد ونضيف ومهتم بنفسي وانت كبنت او انت كشخص ممكن كنتش بتغسل وشك اصلا وبتقوم معمص وبتروح شغلك معمص. ايه القرف ده يا جدعان؟ او ان انت مش مهتم بنفسك فتلاقي وشك مقشف. انا ممكن برضه اضحك عليك من جوايا او ممكن اتريق عليك، بس انت اللي هتزعل في الاخر. على الاقل انا بعمل حاجه انت ما عرفتش تعملها. نفس الشخص ده برضه ممكن تلاقيه من جواه كلمه ليه كتير قوي، بمعنى اللي هو ممكن هو بيتريق بس هو من جواه يقول لك انا ليه ما بعملش زيه، هو ازاي نضيف كده وانا ما بعرفش اعمل ده. ما هو مش كل من لبس نضيف بقى نضيف، عادي في ناس بتلبس نضيف بس معفنه. طيب عشان ما اطولش عليكم انا عايز اقول لكم النظافه ملهاش علاقه بولد وبنت، سكين كير ملهاش علاقه بولد وبنت، دي نظافه. يا مقيع. اهتم بنفسك، اهتم بصحتك، نزلهم من على ودانك الناس اللي بتقعد تتريق او الناس اللي بتتكلم. انت بتعمل الحاجه دي لنفسك عشان نفسك، عشان انت مبسوط بيها، لان مش هتبقى حلو لما تبقى قاعد جنب حد ويبقى مثلا وشك مقشف او شكل اسنانك مش حلو او ريحتك معفنه. فعادي انت كشاب او انت كبنت تعملوا سكين كير عادي، فخليك نظيف، فكك من الناس المقشفه المعفنه دي.